السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ياسمين باتيس. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بدون فرن نحضروا آلات تشيز كيك كيجي رائع وهائل مذاق الفراولة. وهذا هي الوقت ديال الفراولة، علاش ما نستغلوهاش ونوجدوه؟ تابعوا لا فيديو حتى الاخير باش تعرفوا على مكوناتها. اول حاجه غادي ناخذ هاد البسكويت اللي 0% يعني السكر صافي. نتوما كتحكموا في الكميه ديال القاعده ديال هاد التشيز كيك. يعني نتوما اللي كتحكموا فيها. صافي غادي ناخذ الغطاء ديال الهاشوار وغادي نهاشيها واحد شويه حتى كتولي يعني على شكل دقيق، يعني تولي بحال الدقيق على هاد الشكل. وضروري طحنوها مزيان باش كتشكل لكم هذاك الدقيق. اللي بغى يخلي الطريفات نتوما اختيار ديالكم، المهم اللي بغيتو نتوما اللي كتحكموا فيه. من بعد غادي نجيب 80 غرام ديال الزبده اللي كتكون بنوعيه جيده، غادي نضيفها فوق هذاك الخليط ديال البسكويت. صافي وغادي نسدو نهاشي غير نضرب واحد 2 ضربات ولا 3. صافي ونحيدها. كتكون هنا وجدات عندي القاعده على هذا الشكل كما كتشوفوا. صافي كملت. وجد عندي البسكويت. غادي نحيد الهاشوار على هذا الشكل وغادي نجيب الطبسي اللي غادي نمونطي فيه هذا الكاطو. غادي ندير فيه هذاك يعني سميتو هذاك البسكويت القاعده الاولى على هذا الشكل. واللي ما كيبغيش المذاق ديال الزبده حاولوا انكم ديروا واحد المعلقه يا اما ديال البراليني يا اما ديال الشوكولاته ديال الدهن اللي متوفر عندكم. هاشيوها مع هذا الخليط. المهم انا حاولت انني نحافظ على هذاك المذاق يعني هذيك الحلاوه ديال البسكويت باش يكون يعني بحال مثلا اللي فيه سكر يقدر ياكل هاد الشيز كيك. وغادي تعرفوا علاش اللي فيه السكر يمكن ليه ياكلو. صافي المهم هنا كنحاول انني ناخذ واحد الملعقه ونقاد هذاك القاعده الاولى مزيان، نقادها في الجوانب ونحاول انني نطلع الجوانب ديالي على هذا الشكل. المهم من بعد غادي نكمل التشكيل ديال القاعده ديالتي حتى كنكمل يعني القاعده مزيان ونقادها مزيان في الجوانب وفي الوسط. وندوزو مع الكريمه ان شاء الله لتحضير الكريمه. لتحضير الكريمه غادي ناخد 3 الرابعات ديال الحليب. عندي هاد الكاس كيعبر رابعه، يعني رابعه ديال الحليب. كنوضع تقريبا 3 الكيسان، المهم 2 كيسان كيعبر ليا نص لتر وزائد رابعه. غادي نضيف 200 مليلتر ديال الكريمه السائله. صافي من بعد غادي نضيف 3 المعالق كبار ديال النشا وغادي ندير هاد السكر. هاد السكر راه ديجا سكر مخفف بالستيفيا، يعني يمكن ليه المالين السكر يستعملوه بطريقه عاديه وكيجي الحلاوه ديالته عاديه. واخا درت هذيك هلاله ولكن صراحه ما كتجيش حلوه بزاف، ماشي ما كتجيش حلوه اطلاقا، يعني كتجي الكريمه فيها المذاق ديال الجبن. صافي المهم بعد ضفت 3 المعالق ديال النشا غادي نضيف واحد شويه ديال الفاني وغادي نخلط المكونات على البارد حتى كيندمجوا مزيان. عاد كنحطهم فوق البوطه على هذا الشكل وكنحصل على هذه الكريمه. شوف كيفاش كتكون خاطره. من بعد غادي نضيف 3 ديال اليوغورت ديال
ندير لي الاخضر. المهم انا ضفت جوج في الاول وغادي نخلط حتى كيندمجوا، عاد كنضيف الثالث. هذا البيلي كيعطي هذاك المذاق ديال الجبن. اللي بغى يدير بحال مثلا شي جبن اخر يديرو اللي متوفر عنده. انا خدمت غير بداكشي اللي كان عندي في الدار. المهم انا ضفت الجبن اولا الياغورت الاخير الثالث صافي. وغادي نخلط المكونات جيدا حتى كتندمج ليا مع الكريمه مزيان، وكنحصل على واحد الكريمه متجانسه على هذا الشكل. شوفوا كيفاش كتكون صافي. من بعد غادي نجيب هذاك السيركل ديالي اللي ديجا كنت دايراه في الثلاجه، غير على ما تشد ليا شويه الزبده صافي. وكنضيف هاد الكريمه فوق هذاك السيركل على هذا الشكل صافي. وكنقاد اكيد كنقاد هاد الكريمه مزيان في الوجه ديالها بحال هكا باش تقاد ليا مزيان صافي. وغادي ندخلها الثلاجه تقريبا واحد ساعه ونصف. انا في هذيك الساعه ونصف درت الطبقه الثالثه. المهم غير باش نقول لكم، ولكن خليتها من بعد بردات تماما صافي. غادي نخليها في الثلاجه وندوز معكم لتحضير الطبقه الاخيره. المهم بالنسبه للطبقه الثالثه غادي نحتاج ليها 250 غرام ديال الفريز اللي كيكون مغسول اكيد، وكنحيدوا ليه هذاك النباته الخضراء. غادي نضيف نص كاس صغير ديال الماء صافي. وغادي نهاشي كلشي هاد المكونات، غادي نهاشيها مزيان مع الحفاظ على بعض يعني ما كنهاشيهاش حتى ما كتبقاش يعني باينين الطريفات. المهم ضروري كنخلي هذوك الطريفات اللي كيكونوا باينين. من بعد غادي نديرهم في كاسرونه على هذا الشكل صافي. وغادي ناخذ واحد الفلون بنكهه ديال الفريز وغادي نديرو فوق هاد الخليط. وغادي نخلط المكونات كاملين مع اضافه واحد 4 طويبات صغار ديال السكر، بحال ضفت معلقه كبيره ديال السكر ديال اللي مخفف يعني بستيفيا. اللي بغى يدير السكر العادي يديرو. في الكريمه الاولى يمكن لكم ديروا مثلا 3 معالق ديال السكر. اللي كيبغي الحلاوه اللي ما كيبغيهاش لكم الاختيار. وفي هذا الكولي ديال الفريز انا ديجا درت غير معلقه تقريبا كبيره ديال السكر اللي مخفف بالستيفيا. يمكن لكم ديروا نتوما معلقه كبيره ديال السكر الابيض اللي متوفر عندكم. المهم هنا صبيت الخليط من بعد ما غلا ليا فوق الطبقه الاخيره، فوق الطبقه الثانيه صافي. ندخلها للثلاجه من بعد ما بردات عندي تماما. دابا غادي نحل معكم هذا القالب. راه كيتحل بسهوله. انا كنحلو بشويه باش ما يعني باش ما يتجرش ليا دغيا الكريمه مع الكولي. كنحصل على هذا الشكل صراحه. كتجي الطبقات قادين على هذا الشكل. غادي نزينهم ونتلاقاو ان شاء الله فيما بعد. المهم هذا هو الشكل النهائي، وكنعتذر مرة أخرى على الصوت ديالي راه شوية عيانة. المهم هذا هو الشكل النهائي تشيز كيك بدون فرن. كيجي خطير ورائع. المذاق ديال التشيز كيك يعني ما غاديش تفرقوا ما بين التشيز كيك ديال الفرن وهذا التشيز كيك اللي صوت معكم. كيجي خطير ورائع. غير جربوه بعينيكم مغمضين. والتزيين كيكون اختياري، انا درت تزيين بسيط وانتم لكم الابداع. وكيف ديما ما تنسونيش بلايكاتكم وتعاليقكم الى عجبتكم وصفه اليوم. لاول مره كيزور قناتي وعجباتو ما ينساش يدعمني بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. شكرا لكم والى فيديو جديد ووصفه قادمه ان شاء الله. خليكم مع بعض الوصفات اللي حضرتهم معكم.